أداء الأهلي بقي أسوأ من الأول. الأداء بقي أسوأ من الأول. كل ما نقول هنتحسنوا الأهلي بيتراجع ويبقى أسوأ من الأول. النهارده لولا مصطفى شوبير الأهلي الماتش النهارده يخلص 3-4 لشبيبة القبائل بما يرضي الله. كلام صريح. النادي الأهلي النهارده ما فيش، ده كل الماتش كله بيتراجع. النادي الأهلي الماتش كله بيتراجع، بيرجع، بيدافع. النهارده ولا شفت مدرب عمل حاجة، ولا شفت لعيبة عملت حاجة، ولا مدرب عمل تغيير زي الناس يفيد اللعيبة، يفيد الأداء قدام، ولا اللعيبة أساسا بذلت مجهود. واللي كنا متكلين عليه طلع مصاب. أداء ملوش أي 30 لازمة. في بعض الناس تقول لك أنت ليه متضايق ما أنت صعدت بالتعادل؟ أقول لك أنا متعادل بس أيوه متضايق من الأداء. أنا صعدت بالتعادل بس أنا متضايق من الأداء. متضايق من الأداء ليه؟ التحولات من الدفاع للهجوم مفيش تحولات سريعة. السرعة مفيش. من الدفاع للهجوم تحركات سريعة مفيش إطلاقا. مفيش. على بال ما يتخجع اللاعب من هنا ومن هنا ما يكون شبيبة القبائل لعبتها رجعت الدفاع. وبعد كده الباص انت اللعيبه اللاعب بيكون فاتح لك وانت بتخجع ولسه لما تباصي على بال ما تباصي يكون قطعها منك اللاعب. فده مش اسلوب لعب ومش اسلوب كوره. الكوره اخترعوها للفرحه، للانبساط، عشان تفرح جمهورك، تفرح ناديك. انت مسؤول عن نادي. انت العب برجوله في الملعب، موت على الكوره، خليك شجاع. مش هدوبنا بنفكر في فلوس، هاخد 70 مليون، هاخد 80 مليون. يا عم غور، مش هندوك 70 مليون 80 مليون. اللي عايز فلوس، اللي بيدور على الفلوس ده يعرف ان هو مستقبله بايظ في الكوره. وغيره كان اشطر. اللي فكر في الفلوس غيره كان اشطر. اعرف ان هو راكن على جنب. طول ما البني ادم ما يبص لغيره على اللي هو بياخده والله العظيم عمره ما هينجح. سلام.